سعيد عليكم. احنا اول ما اتعمل مؤتمر شرم الشيخ اللي وقف الحرب على غزة، طبعا فرحنا قوي. فرحنا اول حاجة علشان الحرب وقفت، وفرحنا كمان علشان طوفان المساعدات اللي طلع عمال على بطال من مصر ده يبقى له اخر ويقف. ليه؟ لان المفروض انه بعد ما وقفت الحرب احنا عارفين انه غزة دي جالها يمكن اكبر حملة تبرعات في تاريخ البشرية، من غير مبالغة أكبر حملة تبرعات في تاريخ البشرية طول السنتين اللي فاتوا، ووسط الدعاية الكبيرة اللي معمولة للي بيحصل في غزة، سواء بيعرضوا اللي كان بيحصل حقيقي أو بيبالغوا فيه. حصلت تبرعات شديدة جدا، شاركت فيها حكومات، شاركت فيها منظمات دولية وعادية، شاركت فيها الناس عادية من كل البلاد، كانت بتوصل للحركات أو الميليشيات أو السلطة الفلسطينية، أو كانت بتوصل للفلسطينيين نفسهم. احنا عارفين ان الفلسطينيين بقوا عاملين حسابات على النت وحاطين رابط على النت يتلاقوا منها التبرعات. يعني التبرعات ما بتروحش بس مثلا للسلطة الفلسطينية او لمنظمات وجمعيات وهي توزعها عليهم، لا، ده جنب ده بقى في طوفان من التبرعات بيروح لهم على حساباتهم مباشر دغري على طول. وده بيبقى كمان بره الحسابات، صعب ان حد يعرف كان قد ايه، بس وصلت حسابات كتير جدا. واللي يتابع القنوات بتاعه الفلسطينيين اللي في غزة اللي عاملينها على اليوتيوب عشان يعرضوا حياتهم اليومية ويطلبوا فيها تبرعات، هيشوف كمية الناس المتعاطفة معاهم وبتقدم تبرعات، ده غير الأرباح اللي بتجيلهم من القنوات نفسها أو الحاجات الأنشطة اللي بيعملوها على النت. طيب، كان المفروض انه اول ما وقفت الحرب وهيبدا اعاده الاعمار، المفروض اول حاجه تطلع التبرعات دي وهم يعمروا بيها بقى بلدهم، زائد جنب الفلسطينيين 6 مليون بحالهم او اكتر فلسطيني موجودين من بره، ومعلوم ان هم في كل بلد عايشين فيها بيبقوا عايشين من اغنى الناس. وكمان في ناس هتدخل لهم بتعمل لهم مشروع اعاده اعمار بفلوس من الناس دي من بره، ده غير التبرعات. وان كمان وقف الحرب هيسمح ان كل المعابر تبقى مفتوحه من ناحيتين، من ناحيه مصر ومن ناحيه غزه، وده يساعد ان مش حكايه المساعدات، لا، المفروض السلع العاديه بتاعت التجاره العاديه تدخل، زي بتدخل لهم كمان سلع من اسرائيل، وتبقى تجاره عاديه ويشتروا ويبيعوا عادي. لكن اللي حاصل وفاجئتنا به حكومه الهكسوس انهم بعد المؤتمر بتاع مؤتمر شرم الشيخ عملوا المؤتمر الاسبوعي بتاع الحكومه، وكان يوم 15/10. اتفاجئنا فيه ان وزيرة التضامن الاجتماعي اللي اسمها مايا مرسي طلعت تقول ان احنا هنزود المساعدات الفترة اللي جاية لغزة، واستخدمت تعبير قالت هنغرق غزة بالمساعدات، وقالت ان المساعدات دي هتستمر حتى وقت اعادة الاعمار. يعني واحنا عارفين ان اعادة اعمار اي بلد بتاخد سنين، مش اسبوع ولا شهر ولا شهرين، لا، ده سنين، ده كمان في البلاد المستقرة. فما بالنا لو كانت بلاد مش مستقرة زي غزة وفيها سواء الميليشيا بتاعة حماس والجهاد او الاسرائيليين، كل واحد كل شويه عايز يفجر الدنيا ويعمل مكاسب شخصيه ليه، فكل شويه يفجر الدنيا ويعطل الحياه. يعني معناها اعاده الاعمار دي ملهاش اخر، ما بنبقاش عارفين شايفين اخرها فين. معناها ان المساعدات هتفضل تتسحب من مصر ملهاش اخر. كمان الوزيره قالت ان المساعدات طول السنتين اللي فاتوا كان 70% منها من مصر. هي قالت كمان ان طول السنتين اللي فاتوا حصلت اكبر عملية اغاثة في العالم طول شافها العالم طول 30 سنة اللي فاتوا. يعني دخلت كمية اغاثة مهولة، وقالت ان دخل ان منهم 600 ألف طن من مصر، بالضبط قالت 599 ألف، يعني حوالي 600 ألف طن من مصر. ومش هيقف ولا يقل العدد، لا، قالت ان هو هيزيد عشان نغرق غزة. طب انت عايزة تغرقي غزة بالمساعدات كمان ليه؟ قالت عشان ما تزيدش الاسعار في غزة. هي خايفة على الفلسطينيين ان الاسعار تزيد. خايفة على مين؟ على الفلسطينيين اللي هم مين؟ اللي هم الحسابات بتاعتهم ورمة من كتر التبرعات والدولارات دي، ورمة قبل ما تجيلهم كمان المساعدات التبرعات اللي موجودة عند الميليشيات وعند السلطة وعند اللي هي تجيلهم، اللي هم بياخدوا كده اساميهم وكل واحد يتخصص له فلوس او يتخصص له مساعدات. لا، ده كمان غير التبرعات الشخصية اللي راحت لهم على الحسابات بتاعتهم وراحت لهم بالدولارات. دول الوزيرة مايا مرسي والحكومة كلها خايفين عليهم للأسعار تزيد عليهم، فبيروحوا يزودوا لهم المساعدات من مين؟ من المصريين. قالت كمان انه ضمن المساعدات دي ان هم ان هي الحكومة عملت مخابز في العريش
علشان تعمل عيش ووجبات طازة تروح الكلام ده على فكرة كان من قبل ما تخلص الحرب. احنا شفت خبر في الأهرام عنه قبل ما تخلص الحرب بمدة المخابز دي اتعملت، فكان بيروح لهم العيش ووجبات. ده معناه سحب دقيق من البلد. سحب دقيق من البلد ده في الوقت اللي الدولار بيزيد، فاحنا لما هنستورد القمح الزيادة اللي احنا محتاجينه هيبقى بأسعار أكتر، وفي الوقت اللي فيه أصلا أكتر من 200 ألف فلسطيني دخلوا في السنتين اللي فاتوا جنب الفلسطينيين الموجودين من قبل، جنب السوريين والسودانيين والليبيين اللي بيستهلكوا، نشوف كده كل طلعت شمس بيستهلكوا كام طن دقيق. فالحكومة مش مكفيها دول، لا كمان عملت لهم مخابز مخصوصة تودي لهم العيش والوجبات. ده طبعا غير الدقيق اللي بيروح لهم اكياس في المساعدات، علشان طبعا لو هم عايزين يعملوا كيكة، يعملوا تورتة، يعملوا عشاء على حسب مزاجهم، يعملوا مخبوزات. فيعني من كل النواحي الحكومة بتوفر لهم من كل النواحي. الوزيرة قالت كمان ان هي هتقدم، وزارة التضامن هتقدم لأهل غزة الرعاية الاجتماعية. هي ما فسرتش يعني ايه الرعاية الاجتماعية، بس اللي نفهمه منها ان هو هيبقى في فرق عمل تطلع من وزارة التضامن هتروح غزة او تقعد تحل المشاكل بتوع غزة. طبعا ده في استهلاك للموظفين المصريين والموارد البشرية المصرية. في كمان للأسف هيحصل علاقات اجتماعية جامدة ما بين المصريين وما بين الفلسطينيين، يمكن يحصل جوازات، يمكن يحصل أي نوع من أنواع الروابط، فتزيد كمية الناس اللي تستسهل إن هي تاخد من مصر وتدي الفلسطينيين، هيبقوا أصحابهم، يبقوا نسايبهم، يبقوا حبايبهم، يبقوا إلى آخره. وطبعا انا مش فاهمه يعني ايه نروح نحل لهم مشاكلهم. هم طول عمرهم اساسا متعودين على جو الحروب ده، وزي ما قلنا في حلقات فاتوا حتى لو خلصت الحرب ده، حتى لو خلصت اسرائيل نفسها، يعني لو اسرائيل نفسها دي مش موجوده في المنطقه نهائيا، هيبقى في حروب بين الفلسطينيين وبين بعضهم، زي ما حاصل بين اليمنيين وبين بعضهم، بين السودانيين وبين بعضهم، بين السوريين وبين بعضهم، بيحصل اوقات بين اللبنانيين وبين بعضهم. يعني الحكايه مش خلصانه، هي دي طبيعتهم، ما دام هم راضيين بعيشه الميليشيات فهي دي حياتهم. فاي مشاكل اجتماعيه احنا هنروح نحلها لهم. وانا افتكر في الحته دي الكلمه اللي قالها الرئيس جمال عبد الناصر في محضر اجتماع بينه وبين مجلس الوزراء بعد ما تفكت الوحده المشؤومه، ونزلناه على القناه هنا، ونزلت مقاله في المدونه لما قال ان سوريا كانت عبء على مصر، كانت عبء بمشاكلها على مصر، لان اي بلد فيها تعدديه الاعراق دي وفيها الطبائع الشعوب دي لازم بالتاكيد هتبقى عبء على مصر. نسمع كده بتقول ايه. قبل ما نسمع في حاجة لاحظتها وهي بتتكلم، هي دي مش لاحظتهاش بس في مايا مرسي، لكن صراحة في كل المسؤولين وكتير من الناس اللي بتحب الشعوب الأجنبية أكتر ما بتحبوا المصريين. هي فرحانة مبسوطة خالص، وهي بتتكلم عن إن إحنا هنزود المساعدات، إحنا ما ينفعش نسيب أهل غزة الأسعار تغلى عليهم، إحنا هنعمل وهنسوي. إن مصر أكتر دولة قدمت المساعدات، يعني في فرح، تحس ان الناس دي ما فيش في دماغها اي خلفية عن اللي بيعانيه المصريين وعن الاسعار اللي بتزيد على المصريين. يعني في نفس الجلسة وهم قاعدين في مجلس الوزراء اللي بياخدوا قرار ان هم يزودوا المساعدات لغزة او يدوا امتيازات للسودانيين والسوريين وغيرهم في مصر، نفس الجلسة بيطلع منها قرارات، احنا هنزود اسعار السولر والبنزين، احنا هنعمل كذا في ازازة الزيت، احنا هنعمل كذا، احنا هنقلل الدعم في كذا، احنا هنحاول نعمل ايه علشان نخلي المصريين يقللوا من الخلفة. فالحاجتين دول ما يجتمعوش في قلب مصري سليم ابدا، لازم القلب ده ما يكونش مصري ابدا ابدا ابدا. نسمع. أولا بنبارك لمصر وبنبارك لأشقائنا في غزة الاتفاق العظيم والتحرك التاريخي بقيادة السيد الرئيس في مؤتمر السلام بشرم الشيخ. المساعدات الإنسانية مصر وقفت بقوة 735 يوم بتقدم وبتساند دخول المساعدات الإنسانية عن طريق الآلية الوطنية لإنفاذ المساعدات وهي الهلال الأحمر المصري. بنتعاون مع كافة الشركاء والدول، تقريبا اشتغلنا مع 59 دولة وأكثر من 15 مؤسسة أممية وجهات دولية سواء الصليب الأحمر أو منظمات الأهلة الحمر الموجودة والجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي. المساعدات اللي دخلت تقريبا فوق ال 599 ألف طن مساعدات في 735 يوم. الجزء الأكبر هو مساعدات
غذائية. يمكن في التجربة المصرية الفريدة في هذه الإغاثة الإنسانية إن أولا الكم المساعدات الإنسانية دي يعني على مدار 30 عام هي تعتبر أكبر يعني دخول للمساعدات في وقت إغاثة. أيضا مصر قدمت المطابخ الإنسانية أو مطبخ الإنسانية في العريش، كانت الوجبة والعيش بيخبز في دولة ويقدم لإخواتنا في القطاع، وأقرته ال WFP أو برنامج الغذاء العالمي في الأمم المتحدة أن هذا نموذج إنساني فريد لم يحدث في العالم من قبل. فإحنا مصر قالت لا للتهجير بلسان سيادة الرئيس مئات المرات، والحمد لله الحمد لله نجحت القيادة المصرية في هذا. النهاردة بنقول نعم للمساعدات الإنسانية، تكثيف المساعدات الإنسانية، نفذها للقطاع دون أي عرقلة أو صعوبات. محتاجين يبقى التدفق كاف وعادل. إغراق القطاع بالمساعدات الإنسانية هو هدفنا، والهدف الأساسي هو كمان المواد الإغاثية. احنا داخلين على فترة شتاء ومحتاجين نبقى يعني بندخل أكثر وأكثر. زي ما ذكرت الآلية الوطنية لاستقبال ونفاذ المساعدات لغزة هي الهلال الأحمر المصري. معالي الوزيرة، يعني عملية إعادة الإعمار يعني أكيد هيكون في يعني متطلبات أكبر من الوضع أثناء الحرب وإطلاق النار. يعني إعادة الإعمار 80% من قطاع غزة مهدم بالكامل، جميع المستشفيات تحتاج إلى كافة المستلزمات الطبية وغيرها، أيضا إلى الوقود الذي يحتاجه لتشغيل هذه المستشفيات. شايفة من وجهة نظر حضرتك التعاون مع المنظمات الأممية، الأمم المتحدة سواء اليونيسيف أو منظمة الصحة العالمية، جهود مصر لتدفق هذه المساعدات خاصة في بعض العراقيل التي تقدمها الجانب الإسرائيلي؟ احنا بنشتغل على إنفاذ المساعدات في هذه اللحظة وأثناء إعادة الإعمار، لأن إعادة الإعمار هياخد وقت عقبال ما يحصل. فإلى أن يعني تقوم غزة المساعدات الإنسانية يجب أن لا تقف، يجب أن تدخل بكميات كبيرة، يجب أن يكون الغذاء متوفر. وعلشان كمان ما ترتفعش السلعة في غزة لازم يكون في إغراق من المساعدات الإنسانية يصل القطاع الخاص بسعر معقول في القطاع. أثناء الإعمار التعامل مع القضايا الاجتماعية، مصر مقدمة خطة الإعمار، جزء منها هو الحماية الاجتماعية والتعامل مع المشاكل الاجتماعية في قطاع غزة، ووزارة التضامن جزء بإذن الله من خطة إعادة الإعمار. هنشتغل على المساعدات الإنسانية مع الهلال الأحمر، وأيضا نقدم كل الدعم لأخواتنا في غزة بإذن الله عن طريق خطة إعادة الإعمار. يعني بتتكلم وهي فرحانة كأنها مثلا أم عروسة، يعني أم عروسة مثلا وجهزت بنتها ومن غير ما يبقى عليها ديون ولا على أي حاجة، وفرحانة بنتها وبجهازها وكده، مش إنها واحدة شغالة تفقر وتنهب الشعب اللي هي المفروض أمينة عليه وتحط إيديها وتغرف من غير حساب وتودي لبلاد تانية. وزيرة التضامن الاجتماعي كمان قالت في المؤتمر الصحفي بتاع الحكومة انه في 35,000 متطوع متسخرين للمساعدات، يعني لتجهيز وتوضيب وتوصيل المساعدات. مصادر تانية كانت قالت 35,000 متطوع وموظف. يعني نتخيل انه في 35,000 واحد من مصر حياتهم وتعبهم وعلمهم وجهدهم واقف على انه يخدموا على شعب اجنبي، ومش اسبوع ولا يومين ولا شهر، لا ده سنتين بحالهم فاتوا ولسه سنين تانية جاية. وطبعا العدد هيزيد مدام هي قالت ان المساعدات هتزيد. النسبة الأكبر من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023، يعني 735 يوم مصر شغالة تدخل مساعدات. هذه هي أكبر عملية إغاثة إنسانية حدثت وتحدث في العالم في 30 عاما الأخيرة. مصر دخلت منها من أولاد مصر وأسر المصرية أكثر من 70% من المساعدات الإنسانية المصرية دخلت عن طريق المعابر. الهلال الأحمر المصري يعد الآلية الوطنية المعنية بإنفاذ المساعدات إلى أشقائنا في قطاع غزة، وتعمل تلك الآلية بموجب القانون الدولي الإنساني ومبادئه الإنسانية. والهلال الأحمر أدار أكبر جسر إغاثي لقطاع غزة بآلاف الشاحنات المحملة. وكانت مايا مرسي برضو قالت في جلسة لمجلس الوزراء يوم 30/7
انه الهلال الاحمر اتحمل من الموازنة بتاعته 105 مليون دولار علشان يدخل المساعدات للفلسطينيين في السنتين اللي فاتوا. نتخيل انه من الهلال الاحمر لوحده دخل اتكلف 105 مليون. ال 105 مليون دولار دول يعني 5 مليار جنيه. 5 مليار جنيه، تخيل المبلغ. يعني 5 مليار دول يعملوا كم مشروع في مصر، يساعدوا كم مصري. طب هو الهلال الاحمر ان كان بيصرف على غزة بس 5 مليار جنيه، امال هو ميزانيته كام؟ ده صرف ال5 مليار جنيه على مين؟ على 2 مليون بني آدم بس. يعني غزة دول اللي بيقولوا عليهم كانوا بيموتوا من الجوع ومش لاقيين ويا عين ويا حرام، الهلال الأحمر مصر لوحده صرف عليهم 5 مليار جنيه في سنتين بس. ده الهلال الأحمر بس. لكن اللي ما كانش اللي بيودي المساعدات الهلال الأحمر بس، كان كل الجمعيات تقريبا اللي خيرية واللي بيسموها المجتمع المدني، سواء اللي تبع الحكومة أو حاجات تانية، كلها بتبعت. يعني يبقى بالهلال الأحمر بس طلع 5 مليار جنيه. من كل دول طلع كام؟ وده غير المصريين طبعا اللي بيودوا تبرعات من نفسهم أو بيبعتوها على حسابات الفلسطينيين منهم للفلسطينيين على طول. جنب المساعدات وكل المليارات اللي بتطلع من مصر دي، نتخيل كمان بيطلع من بقية البشرية كام مليار بينزلوا في ايدين بتوع غزة، علشان بس اللي بيقعدوا يقولوا يا حرام ومساكين ومش لاقيين وتبرعوا وتبرعوا وتبرعوا. نتبرع بايه؟ ده هما المفروض اللي يحصل. الدول اللي فعلا لو عايزة تخدم الفلسطينيين وتحسسهم ان هم يعتمدوا شويه على نفسهم ويبطلوا ان هم يفتكروا ان كل ما تحصل لهم مصيبه مش اشكال، ما هو هيجي لنا تبرعات، انه على الاقل يقولوا لهم انتوا تولوا نفسكم بكل التبرعات والمليارات اللي راحت لكم دي، انتوا تولوا نفسكم في الاعمار. ممكن بس تروح شركات تعمل مشاريع او كده، لكن هم يتولوا الصرف على نفسهم. هذا فيما قالت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي إن الهلال الأحمر تحمل من موازنته 105 ملايين دولار منذ بداية أحداث قطاع غزة لإدخال المساعدات للأشقاء في القطاع. في نفس اليوم اللي أعلنت فيه الوزيرة أو الحكومة عموما إنه هيزودوا المساعدات لغزة ويغرقوا غزة بالمساعدات ويفضلوا يودوا لها طول فترة إعادة الأعمار، كان اللي هو يوم 15/10 شركة القابضة للصناعات الغذائية. الشركة دي هي المسؤولة عن تصنيع وتجهيز المواد بتاعة التموين زي الزيت وغيره. قالت ان هي هتطلع او هتعمل ازازة زيت تمنها 27 جنيه. ازازة الزيت دي هتكون 700 ملي. الازازة اصلا بتاعة التموين 800 ملي وبتتحسب ب30 جنيه. والشركة قالت انه هيبقى 700 ملي 800 ملي موجودين جنب بعض. طب وانت ليه عملت كده؟ قال علاء ناجر رئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعة الغذائية ان ده علشان نوفر السلع الأساسية للناس بأسعار مناسبة، يعني اللي ما يقدرش يجيب 30 يجيب 27. طبعا الكلام ده فيه شك، لأنه الواحد متعود من الحكومة دي إن هي لما تكون عايزة تقلل من حاجة بتلف وتدور. يعني في الأول تروح مقدمة لك الحاجة على أساس إن هي خدمة ليك، فتقول لك لا احنا مش هنقللها مثلا 700 ملي، ده هي هتبقى 700 ملي و 800 ملي جنب بعض عشان بس تاخدها بسعر صغير. الكلام ده بيحصل في عز ما الاسعار بتزيد. فاللي بيحصل حقيقي ان 700 ملي بعد اسبوعين 3 ولا بالكتير شهرين 3 ولا اي مكان اللي هيزودوا فيه السعر هيبقى سعرها قد 800 ملي ويمكن يكون اكتر. فانت في حقيقة كده ما وفرتليش. ده غير ان هو ممكن جدا يعملها ان هو مع الوقت لما الناس تتعود على 700 ملي يروح يحجز 800 ملي دي وما تبقاش موجودة، والناس ما تتخضش قوي زي الاول ان هو وفر لهم، لان هو وفر لهم 700 ملي وتعودوا عليها. 700 ملي نفسها هتبقى بعد كام شهر تمن 800 ملي واكتر. فهو في الحقيقة ما وفرليش في السعر برضو هيعلى، لكن وفر لنفسه، وبمعنى صح وفر لغزة ووفر للهكسوس ووفر للسوريين ووفر لكل الناس اللي بيبعت لهم المساعدات. وأنا شفت في كذا فيديو من الفيديوهات بتاعة الفلسطينيين اللي بيعرضوا فيها المساعدات الغذائية اللي بتروح لهم من مصر إن جزء أساسي منها الزيوت. كمان يوم 17/10 يعني بعد الخبر ده بيومين 2 فعلا زادت الأسعار لما الحكومة زودت أسعار البنزين والسولار تاني. فزادت طبعا احنا عارفين إن لما بتزيد دي بيزيد كل أسعار حاجة في البلد بما فيها الزيت وغير الزيت تحت اسم تكاليف، زادت تكاليف الإنتاج أو تكاليف النقل أو غيره. فالحقيقة إن حكومة الهكسوس هي بتعمل نفسها بتدي المصريين بإيد، لكن هي بتسحبوا منهم بالإيد التانية وتديه لغيرهم. العجيبة بقى نلاقي إنه في نفس اليوم بتاع اللي هو يوم 17 ده حصل حصل انه ضمن المساعدات كتيرة اللي بتوديها الحكومة لغزة
تودي لهم الغاز والسولار والبنزين، الغاز والسولار والبنزين اللي هو غلي على مين؟ اللي هو غلي على المصريين، وبتوديه ببلاش لمين؟ لغزة. غزة اللي هي مين؟ اللي هي اصلا مش مصريين، احنا مش مسؤولين عنهم، دي نمرة واحد. نمرة اتنين ما بيشبعوش، تدي لهم حاجة عايزين قصادها 10. تالت حاجة اللي جالهم اكبر حملة تبرعات في التاريخ، اللي مرمين من كتر حساباتهم وحسابات المنظمات والسلطة بتاعتهم ورمة من كتر المليارات او من كتر الدولارات. الفلسطينيين اللي مطرح ما هيروحوا في اي بلد هيلاقوا امتيازات وهيلاقوا تسهيلات، فدول رايح لهم الغاز. طبعا دي مش اول يوم، هو من القبل كده ان هو بيروح لهم الغاز والسولار والبنزين. تحدث اليوم عن دخول القافلة الثانية وال50 من قوافل زاد العزة التي تقدمها الدولة المصرية للأشقاء في قطاع غزة. بنتحدث أيضا عن وجود عدد كبير من الشاحنات بيصل إلى 400 شاحنة بتصطف في الساحة الأمامية أمام بوابة معبر رفح تمهيدا لدخولها إلى الأشقاء عبر منفذي العوجة وكرم أو سالم. يمكن دخل منذ ساعات الصباح الأولى عدد من هذه الشاحنات، ويتبقى الجزء الأكبر من تلك الشاحنات سوف يتم إنفاذه بعد قليل عبر الآلية الوطنية لإنفاذ تلك المساعدات، هو الهلال الأحمر المصري. في هذه الصورة نجد هذا الكم الكبير من شاحنات الغاز الطبيعي المخصص للطهي في المنازل، وعدد من شاحنات المواد البترولية، السولار والبنزين. ويمكن في هذا الصف الكامل الذي يمتد يمكن لنحو كيلو متر بنجد اصطفاف هذه الشاحنات، وهي شاحنات المواد البترولية والغاز الطبيعي. على الجانب الآخر سوف نجد الشاحنات المحملة بالمستلزمات الغذائية والطبية والدوائية، وهؤلاء يعني السائقون هم بانتظار قرار السماح بدخولهم عبر بوابتي معبر كرم أبو سالم والعوجة. ده حساب مجلس الوزراء او حساب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار اللي تبع مجلس الوزراء، وهو بيتباهى وبيتفاخر بان هو بيودي المساعدات ضمن قوافل جديده مسميها زاد العزه، ليها حوالي داخل على 3 شهور. دي يعني اسم، مجرد اسم جديد لاسامي القوافل المساعدات اللي بيروحها. وطبعا ناخد بالنا من الاسم زاد العزه، يعني زي ما يكون بيقول لهم والله احنا ملناش عليكم يعني ايه فضل ولا حاجه، ده احنا ايه ولا حاجه، ده ايه ده حقكم علينا. ده عكس ما الطريقه اللي بيتكلموا بيها المصريين، انه انتوا كتير وانتوا بتستهلكوا كتير، وانه مش من حق المصريين انهم يطلبوا زياده اي حاجه علشان ما دام انتوا بتخلفوا كتير وكده. لكن طبعا الفلسطينيين دول كل حاجه بتروح لهم بعزه. الكلام ده يوم 16/10. ونختم كلمة بيقولها مراسل القاهرة الإخبارية بيحمل فيها المصريين مسؤولية هي مش بتاعتهم وحمل مش بتاعهم، لما بيقول إن المساعدات دي هي عشان دور مصر وعشان مسؤولية مصر ناحية الأشقاء. الكلمة دي مش هو اللي اخترعها، لكن بتقولها الحكومة ليها عشرات السنين، وبيقولها اللي بيسموا نفسهم كتير منهم بيسموا نفسهم مثقفين او اعلاميين او رجال اعمال او فنانين او والحقيقه ما فيش بلد في الدنيا عليها مسؤوليه ناحيه اي شعب في الدنيا كلها الا شعبها بس. وما فيش في الدنيا خالص شعبين اشقاء في التاريخ، ما فيش شعبين اشقاء. اللي اكترت الشعوب اللي حوالينا بالذات مش اشقاء مع بعضهم، لا السودانيين اشقاء جوه بعض، ولا السوريين اشقاء مع بعض، ولا اللبنانيين اشقاء مع بعض، ولا الفلسطينيين اشقاء مع بعض، ولا اليمنيين اشقاء مع بعض. كل 3-4 فيهم شايفين نفسهم طائفه ولا قبيله ولا عرق مختلف. فيبقوا اشقاء ليه على اساس ايه؟ وامتى هما كانوا اشقاء ليه؟ قدموا لي ربع وربع 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 اللي انا بقدمه. فدي يعني مصطلحات بنتقرطس بيها وبنتبلف بيها مش اكتر، وهي نوع من الغدر. دي نوع من الغدر بالمصريين، لازم يتحط له حد. هناك يعني لو نتحدث بأن مصر وحدها دفعت بما يزيد عن 70% من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، انطلاقا من الدور المحوري وأيضا المسؤولية الكبيرة التي تحملها مصر على عاتقها تحديدا تجاه الأشقاء في قطاع غزة. وفي الآخر دايما بنقول إن كل البلاوي دي ملهاش حل، زي ما شفنا طول تاريخنا ملهاش حل إلا إننا نرجع نتحكم بعقيدة مصر للمصريين، المصريين الحقيقيين، مش المصريين بورقة الجنسية، لكن قلوبهم وعقولهم مع تنظيمات وبلاد أجنبية. وفتكم بألف عافية.
مش كالدار